أردت أن أخبركم أن جميع المصادر التي تم الاستناد إليها في هذا الموضوع تجدونها دائما في مقدمة الفيديو، في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وأيضا في أول تعليق متبث. في أعماق التاريخ، قبل أن تتغير عقائد الشعوب بمرور الزمن، كانت لأهل شمال إفريقيا الأمازيغ طقوسهم الدينية الخاصة، ممارساتهم الروحانية الغامضة، ومعابدهم التي حملت أسرارهم لقرون. لم يكن الدين عند الأمازيغ مجرد وسيلة للعبادة، بل كان نظاماً متكاملاً يربطهم بالطبيعة، بالكون، وبأسلافهم الذين اعتقدوا أنهم لم يرحلوا، بل ظلوا يراقبون ويحرسون أبنائهم من العوالم الأخرى. كانت الجبال، الصحارى، والينابيع المقدسة هي المعابد الأولى للأمازيغ. كانوا يؤمنون أن الطبيعة مسكونة بروح عظيمة، وأن لكل نبع، لكل شجرة معمرة، ولكل جبل شامخ قوة خفية تحميه وتسمع لمن يخاطبها. لم يكن غريبا أن ترى الكهنة والكاهنات يصعدون قمم الجبال، يقدمون القرابين، ويرددون تراتيل سرية لا يفهمها إلا المختارون. في عيونهم كانت الأرض حية، والماء المقدس ينبض بروح لا مرئية، والريح تحمل أصوات الأجداد الذين مضوا. داخل المعابد الأمازيغية، والتي كانت غالبا مبان حجرية متواضعة، كانت الطقوس تتم تحت أضواء المشاعل، وأمام تماثيل منحوتة تجسد آلهتهم التي ترمز للقوة، للخصوبة، وللنجاة من الكوارث. تانيت، إلهة الحياة والخصوبة، كانت من أكثر الآلهة تقديساً، بجانب بعل حمون الذي مثل القوة والحماية. وكانت هناك طقوس خاصة بكل مرحلة من الحياة: طقوس الميلاد، طقوس الانتقال إلى الرجولة، وطقوس الموت، حيث كان الأمازيغ يعتقدون أن الروح لا تفنى، بل تنتقل إلى عالم آخر، عالم يسكنه الأبطال والأسلاف. الليل كان زمن الأسرار الكبرى. في أوقات معينة من السنة، عندما يكتمل القمر، كان الكهنة يجتمعون في حلقات حول النيران، يمارسون طقوس العرافة، يقرؤون المستقبل في رماد النار أو في حركات النجوم. كانت هناك طقوس لا يسمح لغير المختارين بحضورها، حيث يعتقد أن بعض الأسرار الدينية لا يمكن أن تكشف إلا لمن كرسوا حياتهم للمعرفة الروحية. لم يكن للكهنة وحدهم الحق في ممارسة الطقوس، فقد لعبت النساء دورا هاما في الديانة الأمازيغية، بل إن بعض أهم القادة الدينيين كن نساء يقدن الطقوس، يتنبأن بالمستقبل، ويشاركن في القرارات الكبرى. ومن بين هذه الشخصيات ظهرت لاحقا ديهيا، الكاهنة المحاربة، التي لم تكن فقط زعيمة سياسية، بل رمزا روحيا. يعتقد البعض أنها كانت تمتلك قدرات سحرية تساعدها في قيادة شعبها وحماية أرضها. مع مرور الزمن وتغير المعتقدات بفعل الغزاة والمستعمرين، بدأت هذه الطقوس في الاختفاء. حلت عقائد جديدة مكان القديمة، وتهدمت المعابد، ودفنت الأسرار مع الكهنة الذين اختفوا في ظلمات التاريخ. لكن بعض الطقوس بقيت حية بشكل غير مباشر في الاحتفالات الشعبية، في الأعياد الفلاحية، وحتى في بعض التقاليد التي يمارسها الأمازيغ حتى اليوم، دون أن يدركوا أنها تعود لزمن سحيق. لقد كانت الطقوس الأمازيغية أكثر من مجرد شعائر دينية، كانت أسلوب حياة، رؤية للعالم، وعلاقة مقدسة بين الإنسان والطبيعة. واليوم رغم كل التحولات، تبقى جذورها ضاربة في الأرض، تهمس بأسرارها لمن يعرف كيف يصغي لصوت الريح، وكيف يقرأ الحكايات المنقوشة على الصخور القديمة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شاركونا آراءكم في التعليقات، ودعمكم يساعدنا على تقديم المزيد من الحلقات المشوقة. شكرا لكم.